بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخوكم فتحي، والنهاردة هنتكلم عن الباك اب. طيب احنا كنا المرة اللي فاتت سطبنا الرول بتاع الباك اب. احنا دلوقتي بس عايزين الأول نفهم الدنيا في الباك اب عاملة ازاي. طيب الباك اب عبارة عن ان انت بتبدأ تخزن او تنسخ البيانات بتاعتك في وقت معين. بتروح تعمل سكاجوال او جدول، انا مثلا هنسخ كل يوم الساعة كذا، او هنسخ مثلا كل يوم كل قد كذا. طيب انا بقى الباك اب اساسا هو الباك اب عبارة عن ايه؟ والله الباك اب الحقيقي ان هو بيبقى فيه اكسترنال سيرفر، بيبقى فيه استورج خارجية بتروح ان انت تخزن عليها الداتا بتاعتك. طب هل انا لما اخزن الداتا اسيبها متوصلة بالسيرفر؟ المفروض طبعا لا. ليه؟ لان لو مثلا حد هاكر مثلا جه دخل على السيرفر بتاعك الرئيسي وعمل له مثلا رانسام وير، اللي هو الفدية، الفيروس بتاع الفدية. طيب فيروس الفدية لو انت معكش باك اب في اكسترنال ستورج او باك اب، مش هتقدر ان انت ترجعه. يبقى انت هتضطر ان انت تروح تدفع للاتاكر وتروح ان انت تتحمل تكلفة زيادة. طيب لو انا عندي الباك اب، لا انا خلاص بقى هو ياخد الداتا ديت واروح ان انا ان انا اجيب الباك اب بتاعه واشتغل عليه. طب انا في عندي مشكلة دلوقتي. انا طبعا كل يوم هتيجي مثلا هنا لما نيجي عند تولز ويندوز سيرفر باك اب، هتيجي لما انت بتيجي تنشئ السكاجوال بتاع الباك اب بيبقى فيه تايم. يعني انا هتروح هنا تضغط هنا هتلاقيه بيبدأ يحمل، هيظهر لك بقى الباك اب سكاجوال. طيب انا لما اجي هنا افتح السكاجوال هيقول لك في مرة في اليوم، او تعمل مثلا كل شوية. طيب انا عايز لما اجي اعمل الباك اب يبقى الجهاز شغال بقيت اليوم الجهاز فاصل. طيب هيتم ازاي الكلام ده؟ هتقول لي مثلا خلاص ممكن واحد مثلا يبقى موظف يجي مثلا لو احنا هنعمل باك اب الساعة 6، يجي يحط الستورج او يوصل الهارد بتاعنا او السيرفر بتاعنا، يوصله بالسيرفر الرئيسي، وبعد كده بعد ما ياخد الباك اب يجي تاني يفصله. طب ما احنا كل شويه بقى هيجي حد؟ لا. طب انا ممكن ان انا اروح افكر في حل تاني، اروح اعمل سكريبت، اروح اعمل باتش. طبعا خدنا الباتش قبل كده. بتروح تظبط امر، هتجيب امر تروح لشات جي بي تي تقول له والله انا عايز باتش ان انا اخلي الجهاز بتاعي يفتح الساعه 6 ل 5، ومثلا الباك اب هيخلص مثلا في ساعتين، هيقفل الساعة 8، الجهاز يقفل الساعة 8. تمام. او يفصل الساعة 8 ان انا افصله عن عن السيرفر الرئيسي. طيب والله قال لك لا، دي برضك ممكن تكون مشكلة. طبعا الحل الافضل والمثالي لو انت عندك الناس، كنا خدنا 3 انواع للستورج، منهم الناس اللي هو النتورك اللي هي شغالة عن طريق الاي بي وفيها كارت عادي لان. اللان بيبدأ ان هو ياخد اي بي عادي زي اي جهاز ممبر اوف من الاكتيف دايركتور بتاعك. تمام. يبقى انا لو عندي ناس هو لوحده اساسا انت مش هتبقى عايز تقفله. الناس تقدر ان انت توصله بالسيرفر الرئيسي، وهو ما بيتهكرش، او هو صعب اوي ان هو يتهكر، مش زي الويندوز سيرفر. كل الحاجات اللي فيها اوبريتنج سيستم زي الويندوز طبعا بتبقى سهل انها تهكر. اما الحاجه مثلا تلاقي الراوتر بتاعك بيبقى عليه اوبريتنج سيستم، قلنا الدي في ار بيبقى عليه اوبريتنج سيستم، طبعا الكلام ده ما بيتهكرش، او هو لو بصعوبه قوي يعني ما تلاقيش حد يهكر الكلام ده. انا بقول الدي في ار ذات نفسه مش الكاميرات. طيب عندك برضو حاجه زي الناس، برضو نفس الكلام بيشتغل مع نفسه. كل الحاجات ديت صعب اوي ان انت تهكرها. طبعا اللينكس برضو صعب انت تهكرها. تمام. يبقى انا قلت لك الحل بتاعها. طيب
جيت هنا عملت الباك اب وعايز تعمل باك اب ايه سكادجول، ضغطت عليها وتروح تضغط نيكست. بيقول لك والله ايه هو انت عايز ايه هو نوع الكونفيجريشن اللي انت عايزه او السكادجول اللي انت عايزه. هتعمل الفول سيرفر ال 12 جيجا، ولا هتعمل حاجه مخصصه ملف معين او بارتيشن معين. انت ممكن تروح تاخد بارتيشن مثلا السي مثلا او الدي، ويبقى معاك بارتيشن تاني اف تاخد منه فولدر. تمام نيكست. طيب انت قلت له ايه كاستم، انا عايز ايه، عايز بقى هتختار ايه، فتقول له اد ايه، اد ايتم. هتيجي هنا هتلاقي في حاجه اسمها السيستم ستيت. لو انا عايز اخد باك اب من الاكتيف دايركتوري والحاجات اللي تبعه، يبقى انا هاخد باك اب من مين، من السيستم ستيت. يبقى تاخد باك اب الاكتيف دايركتوري والبوت والريجستري، كل الحاجات كل اللي تبع الايه الاكتيف دايركتوري. طيب انا عايز اخد مثلا من الدي، اهم حاجه عندي مثلا اللي هو الاول، اللي هو بتاعت الناس كلها، الداتا بتاعت الناس كلها. يبقى انا حددت الاول، اضغط اوكي. يبقى انا ما خدتش كل السيرفر، انا خدت بس حاجه معينه مهمه بالنسبه لي، الداتا بتاعت الناس اللي بتنزلها. اضغط نيكست. هنا اهو في هنا بقى اختيارين، يقول لك وانس ا داي. طبعا ما فيش هنا مثلا كل اسبوع، لا، هو مثلا مره في اليوم او اكتر من مره في اليوم. اكتر من مره في اليوم هتقول له ايه، والله انا عايز الساعه 9 وعايز الساعه كذا، وتقول له اد مثلا كذا اد. يبقى هو الساعه 12 والساعه 1:30 مش عارف ايه. فانت طيب مره في اليوم هتقول له مثلا والله انا عايز الساعه 6 بالليل بعد ما هم ايه يخلصوا. طيب الموظف بتاعك بيبقى عايز، لازم تكون معرفه، تقول له ان السيرفر هياخد باك اب الساعه 6 بالليل. قبل الساعه 6 بالليل تكون مسيف حاجتك وتكون قافل الجهاز بتاعك. تمام. يبقى هو لازم يكون عارف، بحيث السيرفر لما يجي ياخد الباك اب ياخد الداتا بتاعته، ما يكونش هو مش عامل سيف، فالداتا بتاعته ايه ما يتعملهاش باك اب، يجي لا قدر الله يحصل حاجه تاني يوم ما يلاقيش الداتا بتاعته بتاع امبارح. تمام نيكست. طيب فينا بيقول لك ايه، انا اخد باك اب من الهارد ديسك يعني هتاخد باك اب من الهارد ديسك هتوديه على الهارد ديسك تاني. طيب الهارد ديسك التاني هيتفرمط. ده اول اختيار. طيب تاني اختيار بيقول لك لا مش هفرمطهولك، هياخد باك اب على هارد ديسك تاني، بس لو هو في حاجه موجوده عليه لا عادي مش هيفرمطها يعني. تمام. فينا بيقول لك باك اب لشيرد نتورك فولدر، اللي احنا كنا اشتغلنا عليها قبل كده، ان انت بتروح تجيب فولدر وتشيره كبارتيشن عند مين، عند اليوزر اللي عندك او عند الموظف اللي عندك في الشركه. طيب انا هختار باك اب ايه، تو فوليوم، تروح تعمل نيكست. بيقول لك انت بقى هتحطه فين، هتسجله فين. طيب انت كده انت واخد باك اب من مين، من الدي، فمش اكيد مش رايح تحط باك اب على الدي، ده مش يعني ما ينفعش. انت طبعا ده مش، ده يبقى غباء يعني. انا مثلا اخد باك اب من الدي احطه في الدي، طب انت كده عملت ايه. تمام. مثلا احطه على السي مثلا. طبعا يعني السي ده برضو يعني ايه، احنا بس عشان هو احنا ده هارد تاني يعني. بس طبعا انت من الاحسن طبعا اكيد مش تحطه على السي. احنا قلنا هيبقى معاك هارد خارجي اكسترنال هتروح تحط ايه عليه. وفي طبعا قلنا الميرور، ان انت الباك اب اللي او الداتا اللي بتتحط يبقى لها باك اب على نفس البارتيشن. طبعا قلنا ده مش باك اب حقيقي، بس او ايه يعني زي تكرار للداتا برضك يعني. تمام. هنا اوكي. بعد كده تعمل نيكست. بيقول لك خلاص انت الساعة 6 وهتاخد باك اب هتوديه على السي، واللي انت خدت منه ايه اللي هو الاول، تقول له ماشي تمام فينيش. هيبدأ ان هو ايه يعمل لك السكاجوال بتاعك. طيب والله جيت انا بقى حبيت ان انا عايز اعمل ايه، مش عايز اعمل سكاجوال، وعايز مثلا كل شهر اقوم جاي او كل اسبوع اقوم جاي داخل باك اب ايه وانس، بس بعد ما يخلص بس نبقى نشوف. تقول له ايه باك اب وانس. طيب ريكفر ديت ان انت بتستعيد الداتا بتاعتك. لو انت الداتا بتاعتك ضاعت او اتحصل لها حاجه، فعايز ايه تعمل لها ريكفر، فبترجعها من على الهارد اللي انت سجلت عليه الباك اب بتاعك.
سابناها كلوز. تمام. طيب هنا ايه عمل لك؟ بيقول لك السكاجر الساعه 6 بالليل، ومفيش نسخه خالص خدناها لسه، يبقى لسه ياخد 6 بالليل. تمام. والسي هنا 47 جيجا، هتاخد على السي عشان برضو لما يحط يقول لك ان هو خد ايه كذا جيجا. تمام. قلنا هنا الباك اب وانس، يبقى انا ايه هروح مثلا اقول له مره واحده، فتقول له ايه نيكست، تاخد مثلا للاول هتقول له باك اب، هيبدا ان هو ايه ياخد لك ايه مره واحده دلوقتي. فينا الريكفر، لو حبيت ان انت تستعيد الداتا بتاعتك، والداتا بتاعتك هتقول له مثلا ايه زي السيرفر، او انت مخزنه على انذر لوكيشن، مثلا تقول له نيكست، هيقول لك ايه انت حاطه على اللوكال درايف ولا هو حاطه على ريموت شير اللي احنا لسه كنا قايلين دلوقتي. تقول له مثلا حاطه على اللوكال درايف، هتقول تحدد هنا الايه الباك اب لوكيشن بتاعك، تقول له نيكست. طبعا كل الكلام ده هو مفيش طبعا، عشان كده هو ايه مش هيشتغل يعني، مفيش باك اب اتعمل. تمام. طيب فينا configuration performance setting. طيب ده عبارة عن ايه بقى؟ بيقول لك في النورمال باك اب بيرفورمانس، وفي الفاستر باك اب بيرفورمانس، وفي الكاستم. طيب النورمال اللي هو العادي دوت بيروح ان هو ياخد باك اب للداتا بتاعتك، ويروح يعمل كومبريس للداتا، بيضغطها ويروح يغير الايه الاكستنشن. بيعمل 3 حاجات. اول حاجه بياخد الداتا بتاعتك يعمل لها باك اب، بينقلها، وبعد كده يضغطها، وبعد كده ايه يغير الاكستنشن بتاعها. تمام. عشان انها تصغر، بدل ما حاجه معاك تبقى مثلا جيجا تلاقي نزلت بقت 100 ميجا، بقت 50 ميجا. طيب فينا الفاستر بيعمل ايه؟ بيروح يعمل حاجتين بس، بياخد الباك اب ويروح يغير الايه الاكستنشن، ما بيضغطهاش. في الكاستم تيجي يقول لك هنا ايه فينا فول باك اب، وفي الايه انكريمنتال باك اب. الانكريمنتال دوت يعني ايه؟ ان انا مثلا انا النهارده خدت باك اب للجهاز، وبعد كده جينا اشتغلنا بكره من بدري لحد الساعه 6 بالليل. طيب يجي ياخد الشغل يعمل باك اب للشغل اللي اتعمل بكره بس، ما يجيش يعمل باك اب من اول ما الايه ما الهارد اتعمل. طب هو لا يعني انا لما جيت عملته انكريمنتال باك اب، اول لما يجي باك اب اول مره خالص ياخد الجزء الموجود اللي هو الجزء الحديث. فهي هيبقى اول مره بالنسبه له هياخد الداتا اللي هي اكنه خد فول باك اب، اكنه خد للايه للجهاز كله. طيب بعد كده لا، انا باخد بقى كل يوم الجزء الجديد بس. تمام. طيب كده ايه احنا كده قلنا إيه كل حاجه هنا في الايه الباك اب. تمام. ده كده الباك اب باختصار، برنامج الباك اب على الويندوز سيرفر. طبعا في مايكروسوفت كانت عامله برنامج تاني مش عارف اسمه فين او فيم او حاجه زي كده. طبعا الحاجه طالما شغاله كويسه وهي بكفاءه كويسه على الويندوز، ما تروحش تجيب برنامج او دوت اكس اي من بره. ده خدها قاعده في حياتك يعني. طبعا الناس اللي بتبقى مثلا شغاله على اللي بتحتاج برامج من بره مثلا عاليه، زي مثلا بتوع ال يعني الناس اللي هم اللي بيعملوا جرافيك والكلام ده، طبعا بيحتاجوا برامج خاصه. ده من اكتر الناس اللي بيبقى عندهم برامج تقيله على الجهاز. فاما طبعا مش هتلاقي برنامج زيه مشابه ليه في الويندوز، فهتروح تعمل ايه؟ هتنزل برنامج من بره، فانت مضطر ان انت تنزل ليه عشان الكفاءه بتاع البرنامج تبقى كويسه. فهو هنا برنامج الباك اب بتاع الويندوز سيرفر كويس، فطبعا ما تروحش تنزل حاجه من بره. المره الجايه باذن الله نشرح الدي اتش سي بي سيرفر، هيبقى برضو الدي اتش سي بي مهم، وبعد كده نروح نشرح الدي ان اس سيرفر. والى اللقاء في محاضره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.